من بعد التتويج العظيم لأسود وأشبال الأطلس لأقل من 20 سنة بإنجاز تاريخي لأول مرة في تاريخ العرب، منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي من بعد نيجيريا كيتوج بهذه الكأس العظيمة اللي عطات واحد الشحنة وعتعطي إن شاء الله شحنة لجميع الفئات السنية وحتى الفئات بحال المنتخب الوطني الأول اللي إن شاء الله غادي يخلق التاريخ وغيدخل التاريخ بالانجاز ديالو ان شاء الله وغادي يفوز بكاس افريقيا في المغرب. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اللائحه ديال السباحه وغادي نحاولوا اننا نحلوا التشكيله الرسميه اللي غتكون في المقابله المقبله ان شاء الله في كاس العالم قطر 2025. غادي نشوفوا تشكيله ديال سي نبيل بها لمنتخب المغربي لاقل من 17 سنه. غنشوفوا الغيابات وغنشوفوا يعني اللاعبين جداد اللي غيكونوا ان شاء الله في الصفوف. وكما كتعرفوا في كاس افريقيا اللي فات تم المنادات على 26 لاعب، عكس الان يعني في هذا المونديال ديال قطر 2025 تم المنادات على 21 لاعب فقط من مختلف الانديه، في خطوه كتمثل اخر مرحله من التحضيرات لخوض الغمار المنافسه العالميه كاس العالم قطر 2025 المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه. قبل ما نبداو الفيديو نبداو في التحليل، كنحاول انني نعطي شنو داير في الكره القدم المغربيه، وكندعوكم انكم ديروا تعليق، وكنوعدكم بان ان شاء الله غادي يبان في الفيديو الجاي. من بين الاسماء اللي تم المنادات عليها سي نبيل بها اسماء كبيره جدا كتضمن حراس مرمى اللي معروفين، وايضا كتضمن هجوم وخط وسط معروف ودفاع متناسق، وعلاش لا نكونوا حنا ان شاء الله من بين الدول اللي غادي تفوز بهذا الكاس. من بين اللائحه ديال سي نبيل بها تم المنادات على الحراس ثلاثه، منهم سفيان الادريسي وشعيب بالعروش وياسين بدوي. شعيب بالعروش اللي معروف هو الحارس الرسمي ديال المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، به الحنكة ديالو في المسابقات اللي فاتوا ولا إثرهم كأس إفريقيا اللي كانت دازت ولله الحمد، وحقق المغرب إنجاز تاريخي فيها. المدافعين تم المنادات على حمزة بوهادي وإلياس العرباوي ويوسف بن الحسن ونسيم مسعودي وإدريس أيت الشيخ ومنصف الزكري وإلياس الحيداوي. هاد اللاعبين اللي كيلعبوا في مركز الدفاع اللي هو القلب النابض للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة. وأيضا سباها في الخط الوسط تم المنادات على إلياس السعيدي وعبد الله وزان وسيم درداك وليد بن صلاح وزكريا حلفاوي، بالإضافة إلى المهاجمين يونس بياضي وزياد بها وإلياس بن المختار ونائل الحداني وإسماعيل عود وعبد العالي الداودي. هاد الهجوم هذا وخط الوسط عفوا راه كاين اللاعب مثل عبد الله وزان، وايضا ما نساوش الابن البار ديال سي نبيل بها اللي اختار في انه يلعب مع المنتخب المغربي اللي هو زياد بها، اللي بين على الحنكه ديالو في المباريات اللي فاتوا مع المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه. كيبغي يقول لكم بانه حاضر ان شاء الله وغادي يعطي الاضافه للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي من طبيعة الحال جاء في المجموعة الثانية إلى جانب كل من البرتغال واليابان وكاليدونيا الجديدة. هاد البرتغال واليابان راه منتخبات قوية جدا، وغادي إن شاء الله نهزموهم وغنبينوا لهم بأن المنتخب المغربي واخا يكون في أي مجموعة كيبين بأنه منتخب قوي ومتماسك، وإن شاء الله غادي يخلق الفرصة وغادي يخلق المفاجأة في هاد كأس العالم قطر 2025. باش نقول لكم بأن المنتخب المغربي غادي يخوض معسكر إن شاء الله في دولة الإمارات المتحدة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في البطولة اللي هتكون إن شاء الله ما بين نهار 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، في رسالة واضحة بأن الأسود وأشبال الأطلس غادي يكونوا إن شاء الله واجدين. هاد التشكيلة هذه يعني تضم 21 لاعب، هاد 21 لاعب ولله الحمد
دابا من بعد هادشي كامل غادي نشوفوا الغيابات ديال اللاعبين اللي ما تم الاستغناء عنهم، بكون ان هاد الفرصه هادي تحت 21 لاعب فقط عوض 26 لاعب اللي لعبنا فيهم كاس افريقيا. من بين الغيابات وكاين الياس وزال هذا وانس الشروق، وايضا منهم وليد بن صالح وادم جوط، هذو كلهم خريجي اكاديميه محمد السادس لكره القدم. معهم ايضا يونس بياضي وعبد الغفور غرواري وياسر جعفري وبلال سقراط وايمن الطاهري. هاد الغيابات من طبيعه الحال ما تمش المنادى عليهم، كون ان هاد الفرصه هذه تحت 21 لاعب فقط. كنتمنى انكم تكونوا بخير نتوما كتشاهدوا القناه ديالنا. ما تنساوش الاعجاب والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس ان شاء الله باش توصلوا بالجديد ديالنا.